لقيته مطلع العلم المصري من تحت الكرسي ومسح بيه جزمته، حاطط رجله على الاكسدام بتاع العربيه. فانا شفته وميزت لون العلم، رحت للضابط بتاعي قلت له العسكري الاسرائيلي معاه علم مصري وبيمسح بيه جزمته. قال لي حاضر انا هتصرف، هنبلغ القياده ونبلغ القوات الدوليه وشيء من هذا يعني القبيل. انت غلى الدم في عروقه اول ما شفته بيمسح العلم المصري، طبعا لان بيمسح جزمته بالعلم المصري، وكان هذا تصريح بان انا اكتب له شهاده قتله وخلاص. ده قرار مني من جوايا لا رجعة فيه. يعني انت قاعد على التبه فوق اول ما شفت ده قلت انا هقتله؟ هقتلك. قلت له طلبت موتك يا عجل بالتاكيد. ازاي؟ قلت له بينك وبين نفسك بسري. لا مش سامعني، ده المسافه 1600 متر. والطلقه اللي معايا هو ما يقدرش يعمل الحركه دي في النقطه اللي جنب مني، في نقطه راس النقب، لان المسافه هناك حوالي 150 متر. فربنا اكرمني، خططت وجبت دفتر الاحوال وقعدت اراجع واشوف ايه الاهداف اللي قدام مني. انا قدامي 5 اهداف، ايه الهدف اللي امكانياته تتناسب مع امكانياتي واقدر اصطاده بترتيبات. وصل اختياري الى اتوبيس ضباط مطار راس النقب الاسرائيلي. يعني انت هتجري 8 كيلو ويبقى عندك قدره على الاشتباك؟ تمام. ولذلك انا بقى قعدت 46 يوم تدريب، وكنت في ماسك السريه الرياضيه وسريه الاحتياط اللي هي السريه المقاتله تبع قطاع وسط سيناء. نفذت ازاي بقى؟ يعني انت هنا وضعت في يقينك انها عمليه استشهاديه، انك لن تعود. تمام. وانك ذاهب الى الشهاده وذاهب الى الموت. فربنا سبحانه وتعالى وقف جنب مني في تجهيز الذخيره، ان انا هاخد معايا 15 خزنه، المتاح ليا اصلا خزنه. فازاي ان انا هاخد 15 خزنه بدون ان يعلم بقيه زملائي اللي قاعدين في مخزن السلاحليك؟ فصعبه. ربنا سبحانه وتعالى فكها من عنده. الضابط طلب التلفزيون، هم راحوا يتفرجوا كلهم على التلفزيون، فبقى السلاحليك فاضي بتاعي. قعدت احول ذخيره واحول السلاح. انا خدت معايا 15 خزنه بعدد 450 طلقه، ضربت منهم 421 طلقه. نفذت ازاي بقى؟ نزلت الحدود، وصلت الحدود، فربنا اكرمني. دخلت انا مختار مكان الكمين، وهو ان الاتوبيس هيخرج من بوابه الامن، بينزل مطلع في منزل في مطلع في منزل في حته مستويه في منزل. انا بعد نهايه 3/4 المنزل هنا واقف، هعمل له الكمين بتاعي بعد مني ب30 متر في ملف، بحيث ان الاتوبيس نازل بسرعته. هضرب في ال50 متر 30 متر، السواق والمجموعه اللي جنب منه ماتوا، هيجي في الملف مش هيلف، هيتقلب. في القلبه دي هلحقهم انا. ال30 متر دي نازل هخلص عليهم بعد ما الاتوبيس يكون قلب قلبه او 2. نشنت عليه، دخلته في مسطره متدرجه، وقرأت قول الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ضربته، عدى من جنب مني، من بيني وبين العربية الجيب اللي واقفة بالظبط 5 متر، ضرب فرامل، انحرف بقى شبه واقف بعرض الطريق. ضربت فرد الأمن، غطس لتحت، خدت ال2 اللي وراه وأنا بجري على الأتوبيس. بقى بيني وبين الأتوبيس 2 متر 3 متر. سحبة الأجزاء من جوه، رفع الرشاش ورش، ضرب على المكان اللي أنا كنت فيه. خدت أنا طلقة هنا، إصابة هنا. نطيت شمال، لمحته من فتحة الإزاز بتاعة باب الأتوبيس، رحت مكمل له بقية الخزنة اللي معايا في ظهره في جنبه، ورحت ناطط شمال. غيرت الخزنة. طبعا أنا اللسعة أو التعويرة دي يعني حسيت إحساس إن أنا هموت، إن دي، فلقيت نفسي بفكر إذا دي سطحية، ابدأ تعامل. بدأت أتعامل، حبستهم جوه الأتوبيس، تمكنت من الأتوبيس. وأنا كنت باعد الوقت، كنت بطلب من ربنا إن هو يمكنني من الأتوبيس ده دقيقة واحدة. ربنا سبحانه وتعالى فضله عليا كبير ومكنني من الأتوبيس دقيقتين. في 8 من جوه بيضربوا بطبنجات ستار و2 رشاش عوزي، وبدأت أرش في الأتوبيس في مستوى رجلين الكرسي. بدأنا نتبادل إطلاق النار، مسافة بيني وبينهم 5 متر 6 متر بكتيره. طولنا، ضربت فيهم 7 خزن. أضرب الدفعة، صريخ وصوات وأشياء من هذا القبيل. أتأكد أن ضربي
جايب نتيجه. كملت، واحد بيبص من الاتوبيس بيطلع عشان ينط، ضربته في ظهره وقعته، التاني التالت، خلصت وهم خلصوا ذخيره، وانا ربنا سبحانه وتعالى اكرمني. وفوجئت بالدوريه الباور، القوه القتاليه اللي عليها المدفع الفيكرز، اللي عليها هذا الجند الصهيوني. وفي حركه هجوميه هجمت عليهم مره واحده، لان هم فوجئوا بيا وانا فوجئت بيهم، وحطيت البندقيه في وشهم كده، ورحت ايه ضارب العسكري هذا الصهيوني، ضربته دفعه واثنين وثلاثه، حركه ارتداديه، هو اختل المدفع في ايده، ده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. ضربت قائد الدوريه، ضربت السواق، الاثنين اللي ورا الشمال واللي ورا نزلوا جريوا. بصيت عليه فلقيت لا مؤاخذه بوز الكوتش بتاعي، انا كنت واخد معايا كوتش مخصوص علشان سرعه وسهوله الحركه، ما ينفعش انزل التبه والجبل ده بالبياده. فقلت له هي دي قيمتك يا كلب. ربنا اكرمني في ساتر، الساتر ده واثنين بيطاردوا من هنا. كم الذخيره اللي ضربتها عليهم وهم ضربوها عليا كبير جدا، هم ضاربين حوالي 980 طلقه مجموع الخزن اللي ضربوها. وخدت بقى مجرى السيل ده، ربنا اكرمني، وربنا سبحانه وتعالى الاعمار دي بايد ربنا سبحانه وتعالى. وده نتيجه ان انا كنت بتدرب 15 كيلو جري بعد 8 كيلو الاولانيين، وتمكنت من العوده. وكده عدد القتلى 21 ضابطا وجنديا، وفي 22 مصابا، في 20 مصاب 20 مصاب بناء على التقارير اللي مقدماها مستشفى ايلات المركزي، ومستشفى له اسم بالعبري كده طبعا مكتوب في التقارير اللي هي قدمت في القضيه وفي الاوراق. وسلمت نفسك لقياده المنطقه المركزيه جيم. وقلت له اتفضل يا فندم، السلاح اهو وانا تحت امركم. طبعا قبل منها بيومين، قبل العمليه بيومين، انا كنت كاتب لوالدي جواب ورساله كانت متسلمه في الدولاب بتاعي، و يعني معناها ان احتسبني عند الله شهيدا، و اذكروا حسناتي وانسوا سيئاتي. في واحد قائد رتبه في الجيش المصري قال لي يا ابني انت حققت حلمي، انت حققت الحلم اللي انا مش قادر اعمله. مفيش صداقه بيننا وبين اسرائيل، مفيش سلام بيننا وبين اسرائيل. كل البلد وكل الشعب المصري بيكره اسرائيل.